انطلق الآن حفل الافتتاح. القصة كاملة لحفل افتتاح كأس العرب. يدخل في البداية العرب من حضارات وثقافات متعددة، وكل يستعرض ثقافة قومه. وبعدها العرب يتحدون يد واحدة ويشيدون صرح عظيم أعلاه القبة الصفراء. حفل الافتتاح يصف حال العرب إذا كانوا يد واحدة، ويشيدوا مبنى عظيم، وأعلى هذا المبنى في قبة صفراء. وهنا نشوف مشهد لا يمل منه. شوفوا العرب وهم يد واحدة، شوفوا كيف قوة ضاربة. وبعد ما انتهى العرب من هذا الصرح العظيم، هو حضارة وثقافة وعلم وأدب وتاريخ، وكانوا يحتفلون. العرب بعد ما يتحدوا يكونوا في قوتهم، يدخل الغريب بينهم. ودخل هنا الغريب بينهم وسألهم سؤال مسموم. رب القدس، ويا له من سؤال مسموم. أنا وقوم نعم القوم. يتفرق الآن العرب. سؤال واحد شتت العرب، فرق شملهم، زرع الفتنة بينهم، واشتعلت الحرب. يمد يده الباردة بعد التفرق هنا العدو يأخذ مبتغاه ويسقط الحق. وهنا تأثر الصرح العظيم اللي بنوه العرب وتهاوى، والغريب أخذ مبتغاه وتركهم في دمار. يتهاوى العرب ويأخذ الغريب مبتغاه. تشبثهم الدائم بفكرة أن العالم يتآمر عليه، فرأوا يبحثون عمن يلقون عليه الدولة. إذ حين سئلوا من بنى، كان يكفي أن يقولوا نحن. ومن تحت الركام ينهض جيل جديد، يتنفسون الأمل ويطلقون النداء فيتلى. وهنا دخل جيل جديد ومجموعة من الأطفال. يتأمل الراوي أنهم هم اللي راح ينقذون الوضع ويعيدون هذا الصرح العظيم. في الختام أداء أسطوري لنشيد واحد يجمع جميع أناشيد الدول العربية. أسأل الله أن يديم علينا الأمن والاستقرار، وأن يحفظ سائر بلادنا العربية وبلاد المسلمين.